الصلاه في المسجد اللي ورايا دوت بتساوي عمره. النهارده احنا موجودين في مسجد قباء، اول مسجد اتبنى في الاسلام وبناه المسلمين بانفسهم طبعا. المسجد الحرام هو اول مسجد وضع للناس، المسجد اللي بيعتبر الاول في الاسلام والاول في المدينه كمان. وانتم موجودين هنا في المسجد هتلاقوا العربيات اللي ورايا ديت، لو طبعا محتاجين ان انتم تركبوها توصلكم لحد جوه لو في كبار سن او اي احتياج لكده يعني. هل ممكن تعمل عمره هنا في المدينه؟ الاجابه طبعا لا، لكن بركعتين بتصليهم في المسجد اللي احنا موجودين فيه النهارده بتاخد اجر عمره. النهارده احنا موجودين في اول مسجد اتاسس في الاسلام، اول مسجد بناه المسلمين، اول مسجد اتبنى في العالم، واول مسجد اتبنى هنا في المدينه، وتاني اكبر مسجد بعد المسجد النبوي في المدينه هنا. اول مسجد وضع للناس هو المسجد الحرام، لكن اول مسجد بناه المسلمين بايديهم هو كان مسجد قباء اللي احنا موجودين النهارده فيه. طبعا تاريخ بنايه المسجد كانت سنه 1 هجريا، اما عدد المصلين اللي بيسعهم المسجد فهم 20,000 مصلين. احنا هنا طبعا بنتكلم عن مسجد الرسول هو اللي بناه بنفسه، كمان احنا بنتكلم عن فرصه ان ممكن نكون دلوقتي حاليا واقفين في نفس المكان اللي كان واقف فيه الرسول عليه الصلاه والسلام. المسجد طبعا حصل له تطورات كتير على مستوى العصور لحد طبعا العصر الاخير اللي احنا موجودين فيه دوت بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. اما عن اجر العمره فكل اللي مطلوب منك وانت موجود هنا في المدينه انك تتوضى في الفندق او المكان اللي انت مقيم فيه وتيجي هنا وتصلي ركعتين بس، وبعدها باذن الله هيتحسب لك ثواب العمره. وانت موجود هنا كمان لو احتجت تشرب هتلاقي الاماكن دي اللي تقدر تشرب منها الميه، هي مش ميه زمزم بس ميه للشرب عادي.